يواجه منتخب الجزائر منتخب المغرب في ربع نهائي كأس إفريقيا تحت 17 سنة، والذي يقام بالجزائر. واستطاع منتخب الجزائر الوصول إلى هذا الدور بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط حققها من فوز على الصومال بهدفين نظيفين وتعادل أمام الكونغو بهدف لمثله، في حين تكبد هزيمة قاسية في الجولة الثانية أمام منتخب السنغال بثلاثية نظيفة. وسجل منتخب الجزائر خلال دور المجموعات 3 أهداف في حين تلقت شباكه 4 أهداف. أما منتخب المغرب فوصل إلى هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حققها من فوزين على كل من جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين ونيجيريا بهدف ل0، في حين انهزم في المباراة الأخيرة أمام زامبيا بهدف نظيف. وسجل هجوم أسود الأطلس في دور المجموعات 4 أهداف في حين تلقت شباكه هدفين. ويلتقي الشقيقين الجزائري والمغربي يوم الأربعاء 10 ماي 2023 على أرضية ملعب حملاوي بقسنطينة، وتنطلق المباراة على الساعة 7 بتوقيت غرينتش، 8 بتوقيت المغرب والجزائر، 10 بتوقيت مكة المكرمة. وستنقل المباراة مجانا على قناة بروغرام ناسيونال الجزائرية التي تبث على قمر نايل سات، وقناة الرياضية المغربية TNT التي تبث مجانا على قمر أوتيلسات 21 درجة شرقا، إضافة إلى قناة بي إن سبور. لا تنسى إخبارنا برأيك في التعليقات. ما هو توقعك لنتيجة المباراة ومن ترشح للعبور لدور نصف النهائي؟